النهارده هنتكلم على الامن السيبراني. تمام. عايزين نعرف ايه هو كالعاده، ونعرف ازاي نبدا فيه، ايه التراك بتاعه كله، هل ليه شغل فريلانس، هل ليه شغل في شركات، المتطلبات بتاعته عشان تبدا اصلا في المجال في الاول. هل مطالب شهاده، مطالب انجليزي؟ انا ما اعتقد المجال ده مطالب شهادات، فهنتكلم عليه دلوقتي. وده تقريبا هو خلاص هو اخر مجال في مجالات المعسكر تقريبا كلها. وهو مجال قوي جدا، بس في نفس الوقت محتاج وقت كبير على ما اعتقد. ف نفتح ال ماشي. طيب انا حبيبي عملت ميوت. عملت ميوت لنفسي بالغلط. يلا نعمل تسجيل ونبدأ ايه بأول يلا بينا. سؤال. هنخلي بس الأسئلة يا جماعة دايركت مسج أو رسائل دايركت مسج، يفضل ليا أو لباشمهندس محمد. واللي عايز يتكلم في اي حاجه تاني بره السايبر سيكيورتي، خلينا بس نخلص السايبر سيكيورتي وبعد كده في الاخر نعمل اللي احنا عايزينه. بالظبط. طيب خلينا نبدأ أول سؤال كالعادة. ايه هو السايبر سيكيورتي؟ طيب ماشي. السايبر سيكيورتي هو زي ما انت قلت كده، بالعربي هو الامن السيبراني تقريبا. انا بس عايز قبل ما ابتدي اخش في اي معلومه، عايزكم يا جماعه تفصلوا الخيال العلمي اللي انتم بتشوفوه في الافلام، اللي هو جو اللي هو يقعد يعمل كده ويعمل زوم على الصور ومش عارف ايه وهكر بنك اللي مش عارف ايه وكل الكلام ده. لا، ده خيال علمي شويه. في حاجات قريبه منه بس ده خيال علمي، مفيش حد الكلام ده بيحصلش. اللي فاكر ان هو داخل سايبر سيكيورتي عشان خاطر يبقى هاكر او يبقى هاكينج، لا. الهاكينج هي جريمه يعاقب عليها القانون، ولو لو انت بقى عندك القدره انت تعمل كده وعملت كده هتتسجن. فاللي احنا هنتكلم فيه هو السايبر سيكيورتي بروفيشنال رود، يعني طريقه عشان خاطر تشتغل فيه وعشان تحمي نفسك من حاجه زي كده. طيب فهو ايه ببساطه؟ هو ببساطه علم ازاي تدافع عن السيستمز او اجهزه الكمبيوتر بتاعتك او السيرفرز بتاعتك. احنا اتكلمنا قبل كده ان انت اي ويب سايت او اي حاجه بيبقى فيها سيرفرز. عندك الموبايل ابلكيشن بتاعك ده، عندك الويب، عندك الاي اي، عندك ايا كان بيبقى شغال على سيرفر. تمام. فانت ازاي تدافع عن السيرفر ده؟ ازاي تدافع عن اجهزه الكمبيوترز بتاعتك؟ ازاي تدافع عن الداتا بتاعتك كشركه؟ هو ده باختصار العلم بتاع السايبر سيكيورتي. ليه بتعلمه او ليه تتعلمه؟ مش ليه بتتعلمه، وليه هو اصلا مفيد. منطقي يعني. أي بنك في العالم، اي شركه فينتك، يعني فينتك ده يعني شركات الستارت ابس في المعاملات الماليه. اي شركه، الفيسبوك برضو مش عايز يسرب بيانات العملاء بتوعه. سوافل، اي كان الشركه تبقى عايزه تحافظ على بيانات العملاء بتوعها. حلو. لا لا لا. في فهو ده باختصار هو ليه مفيد. ده مطلب اساسي في اي شركه في العالم ايا كانت هي بتعمل ايه. تمام. بس البرايفسي، السكيورتي، الداتا بتاعت الناس، مش معنى يعني حتى رقم تليفونك اللي هو حاجه بسيطه جدا مش من حق اي حد انه يعرفها. فاي شركه لازم تحافظ عليها. تمام تمام. ايه تاني؟ يعني من الآخر هو مجال حماية المعلومات بتاعت أي حاجة. أي حاجة دي مش ممكن تكون إيه بقى يا عمر؟ ما هي الكلمه بقى مش المعلومات بس. المعلومات بالاجهزه بتاعتك، السيستم بتاعك بالكامل، ايا كان هو مكون من ايه. ممكن يكون مكون من سيرفرات ومعلومات، ممكن يكون مكون من سيرفرات ومعلومات واجهزه. مم. ممكن يكون يعني انتوا عارفين في سمارت هومز دلوقتي وفي عربيات بتمشي ذاتيه القياده بالذكاء الاصطناعي بكل الكلام ده. فانا لازم أأمن حاجه زي كده. لو ما أمنتش حاجه زي كده حد هيتحكم في البيت اللي عندي من بعيد وهكذا. فهو بيأمن المعلومات والسيستمز دي كلمة عامة قوي اللي هي ايه، تتضمن بقى انت عندك شغال اي او تي ولا شغال موبايل ولا شغال ويب ولا شغال ايا كان. يعني مش متوقفة على ويب سايت، موقع وابلكيشن بعمله، موضوع أكبر من كده بكتير. لا لا خالص. احنا يعني حرفيا عندنا تقريبا يعني عدهم 6 او 7 تايبس من السايبر سيكيورتي بقى. يعني انت ده السايبر سيكيورتي من بره كده. انت وانت بتتخصص في حاجه انت هتكون متخصص في حاجه واحده بس في البدايه مظبوط. على الاقل. لما تبقى اكسبرت بقى خبره 10 سنين بقى وكلام من ده،
هعمل شير. حاجه. طب بقول لك ايه، ما تديني شير. يلا. خلينا اعرف اعمل شير. يلا. تمام، انا اقدر اعمل شير دلوقتي. اه شايفين شايفين السكرين؟ اه حلو. ثانيه انا بنقلك بس في مكان تاني كده. فيو حلو كان. قوي. ف ف بس ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طب ايه هي انواع بقى السايبر سيكيورتي؟ مش مهم انت تتخصص في ايه دلوقتي انت حاول تفهم، وبعد كده ايه ممكن تبقى نسأل المتخصص في كل واحد فيهم ازاي اركز على ايه، ينفع اتخصص في اكتر من حاجة. سيب كل ده في الاخر، خلينا بس نفهم في الاول ايه هي انواعه، وبعد كده نتخصص براحتنا. تمام. تمام. اول نوع عندنا هو النتورك سيكيورتي. الفايل ده يا جماعه هديهولكم في الاخر. فاحنا عندنا زي ما قلت لك عندنا في اكتر من نوع للسايبر سيكيورتي. النتورك النتورك ده ببساطه اعتبره يعني بدون ما اخش في تفاصيل تكنيكال قوي تبقى معقده عليكم، الراوتر بتاعك، الانترنت بتاعك. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي مش اشتركت في خدمه انترنت اللي هي فودافون بقى او وي او ايا كان، وبعد كده بقى عندك شبكه وبتقدر تكونكت بيها من على اللابتوب بتاعك او الموبايل او جهاز الكمبيوتر وهكذا. فانت دي تعتبر دي طبعا ببساطه، يعني ببساطه هو ده النتورك اللي انت بتحاول تامنه، اللي هو ايه، بامن الشبكه بتاعتي. ما فيش حد يعرف يخش على الشبكه بتاعتي. مثال عليها الواي فاي، الباسورد بتاع الواي فاي مثلا. ما فيش حد، ولو حد دخل ما يعرفش يشوف الجهاز الفلاني مثلا بيعمل ايه بالظبط على الانترنت. يعني انت ما ينفعش يكون حد يكونكت معايا على الواي فاي ويشوف انا بعمل ايه بالظبط على جهاز الكمبيوتر، عشان خاطر مثلا ما يسرقش باسورد بتاع كريدت كارد وما يسرقش اكونتاتك وهكذا. فده نوع من انواع السكيورتي، والنوع ده كبير جدا. انا بديك بس ببساطه قوي قوي النتورك دي معناها ايه، ممكن اتكلم عنها بالتفصيل قدام. طيب تاني حاجه الابلكيشن سكيورتي. الابلكيشن دي اللي انتوا اتعلمتوه او اللي انتوا ناويين تتعلموه عادي، اللي هو ممكن يبقى ويب ابلكيشن، ممكن يبقى موبايل ابلكيشن. بس خلينا نفصل الموبايل على جنب دلوقتي عشان خاطر انا فاصله تحت في حته لوحدها كده شويه. عشان طيب ما ابلكيشن. فانت زي ما قلت لك ابلكيشن سيكيورتي دي اللي هو انت بتامن الابلكيشن بتاعك اللي انت عملته، اللي هو ممكن يكون ويب، ممكن يكون موبايل، ممكن يكون ايا كان هو ايه. طيب بعد كده الانفورميشن سيكيورتي. الانفورميشن سيكيورتي هي زي ما قلت لك ان انا بامن الداتا بتاعتي، بيانات العملاء. انت بقى عندك داتابيز، بقى عندك موقع، بقى عندك ابلكيشن، بقى ايا كان انت عندك ايه، في داتا بيانات عملاء عندك، عايز تحافظ عليها في حالتين: في حاله وهي متخزنه، وفي حاله وهي بتتنقل دي على النت عادي يعني بتتنقل عن طريق الويب عادي. فاهم قصدي؟ فانت مم. عايز تحافظ عليها في الحالتين: حاله ان هي متخزنه عندي في السيستم، وحاله ان هي بتتنقل عادي جدا. طيب في حاجه اسمها اوبريشنال سيكيورتي. دي ملهاش علاقه قوي بالتك، بس دي بالتك اللي هي بالبرمجه قصدي يعني. بس دي برضو مهمه جدا، اللي هو انت كشركه اصلا بتعمل ايه، والبروسيس بتاعتك ماشيه ازاي. يعني ايه، هديكم مثال. في شركه مثلا بتوصل طلبات، فاحنا بيجي لنا طلبات على السيستم عندنا ان احنا نروح نشتري كذا 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 ونوصلها للعملاء في بيتهم. فالبروسيس بتاعتنا او شغل الاوبريشن اللي عندنا ان الطلبات والله بتجي لنا على التابلت المعين او على الشاشه المعينه، بنحضرها ونروح نشتريها وهكذا. فالاوبريشنال سكيورتي دي اللي انت تتاكد مثلا ان الشخص بتاع الاوبريشن ده مثلا او الشخص اللي هيعمل ده كده مش يعني مثلا ايه، ما يعرفش بيانات الفيزا اللي طلبت الاوردر ده. حاجه بديهيه جدا، بس هي انت الحاجات البديهيه دي المفروض تبقى ايه. آه يعني في السايبر سيكيورتي في كده زي مقوله اللي هو بتقول لك بيلد زيرو تراست، اللي هو خلي عندك يعني ما تخليش عندك ثقه في اي حد. اعتبر ان اللي قدامك ده شخص مش عارف اي حاجه في اي حاجه، وابتدي علمه من اول البديهيات لو كانك بتعلمه الف ب. وما يبقاش عندك ثقه في اي حد. ما فيش حاجه اسمها عبد الرحمن هو صاحب الشركه
فعبد الرحمن هيبقى معاه الباسورد بتاع الداتابيس، فعبد الرحمن هيعرف يعمل كذا كذا كذا. تمام. تمام. ديزاستر ريكفري والاند يوزر اديوكيشن، هي دي برضو ليها علاقه باللي انا كنت بتكلم فيه. الديزاستر ريكفري دي انت المفروض بيبقى دي برضو ممكن تعتبر وظيفه من وظائف السايبر سيكيورتي. يعني انت السايبر سيكيورتي انجينير ده يشتغلي في الاخر اصلا. فدي برضو تعتبر وظيفه من وظائفه، اللي هي ايه؟ خلاص طيب انا الداتا عندي اتسرقت، او حصل عليا اتاك بشكل ما و... وانا اتاثرت بيه. طب ايه اللي هيحصل؟ اتسرق بيانات العمله بتوعي. طب انا ممكن اعمل ايه؟ الداتا ريكفري والانسيدنت دول، ان يبقى في ناس شغلهم ان هم يرجعوا الداتا اللي اتسرقت دي لو اتمسحت من عندي. ما هو الهاكر ده مش بيخش يسرق كده ويخرج وخلاص، او بيخش يسرق ويسرق ويمسح اللي عندك. خرب لك فانت الدنيا. عايز بالظبط، فانت عايز تريكفر الداتا دي، عايز ترجعها تاني، وعايز تشوف بقى اللي حصل ده حصل ليه وتمنعه. فبيبقى في الشركات الكبيرة بيبقى عندها تيم قاعد بيراقب 24 ساعة في اليوم، طبعا أكتر من شخص يعني. ودي وظيفتهم، لو حصل أي حاجة يرجعوها، وإن هم يقفوا لأي هجوم جاي عليهم. بس ده أكتر يعني الأكتر في البنوك أو الشركات المالية يعني. مم. طيب، آخر نوعين الكلاود والموبايل. الكلاود ده اللي هو إيه؟ إحنا اتكلمنا في أنت كديف أوبس لما ساعد اللي فاكر محاضرة الديف أوبس، قلنا إن الناس دلوقتي خلاص بقت بتفتح بتعمل ديبلوي او بتشغل بترفع الابلكيشن بتاعها او الموقع بتاعها او ايا كان على الكلاود، حاجه زي مم. امازون وجوجل ومايكروسوفت وكده. فانا الحاجات دي لما برفعها لازم امنها. يعني صح. طبعا جوجل ومايكروسوفت وامازون هم يعني شركات كبيره جدا وصعب ان انت تخترقهم، بس هم برضو بيوفروا لك شويه ادوات عشان انت تامن نفسك. انت تعمل فاير وول. انا اعمل ان مش اي حد يعرف يكلم الاي بي اي بتاعي، مش اي حد يعرف يكلم السيرفر بتاعي، وهكذا. مم. فالكلاود سيكيورتي دي لوحدها برضو وظيفه او شغلانه او علم انت ممكن تقعد تذاكر فيه. وانت لو ديف اوبس، نصيحه مني ليك لازم تاخد حته الكلاود سيكيورتي، حتى لو هتاخد نبذه عنها بسيطه، ومع السنين بقى والشغل تتعمق فيها يعني، فاهم؟ يعني زي مم. ما قلت لك دي بتبقى وظيفه تانيه خالص. فانت مش هتبقى ديف اوبس خبره مثلا 3 سنين وفي نفس الوقت سايبر سيكيورتي او كلاود سيكيورتي انجينير مثلا 3 سنين، لا. انا عايزك تبقى ديف اوبس عادي، بس عارف اساسيات الكلاود سيكيورتي، ازاي اعمل نفسي كده ببسيط. الحاجات المتعمقه قوي دي ليها وظيفتها او في شخص مسؤول عنها. مم. طيب، حلو. الموبايل سيكيورتي انت بتطور ابلكيشن. بالظبط. بالظبط يا محمد. في مجالات كتير قوي هتحتاج تاخد فكره مبدئيه. انا دي وجهه نظر انا يعني، دي دماغي انا وطريقه تفكيري انا. انت كواحد ويب ديفلوبر او باك اند محتاج ابقى عارف الاساسيات، ازاي امن نفسي، ازاي اعمل هاش للداتا، شويه حاجات بسيطه كده. الكلاود نفس الكلام، الموبايل برضه نفس الكلام. انا مش عايز الابلكيشن بتاعي اولا يتسرق، مش عايز اي حد يقدر يعمل حاجه اسمها باك دور، او باك دور دي في الاندرويد بالذات مشهوره. اللي هو انا زي بعمل ثغره في الابلكيشن، بقدر مثلا اسحب الصور اللي على الابلكيشن اللي في الموبايل، اقدر اسحب كل الاسماء، اقدر اسحب كل الباسوردز والكلام اللي على الموبايل عن طريق الثغره اللي اتعملت في الابلكيشن بتاعي دي. عشان طب كده دايما انا كمحمد ما رشحش ان في الاندرويد بالذات مش عايز حد ينزل ابلكيشن من بره البلاي ستور، لان انت مش ضامن ايه اللي معمول فيه. طب عندي سؤال. اتفضل. دلوقتي انا لو بتعلم ويب وبتعلم موبايل، اتعلمت ده او ده، هل انا بعد ما خلصت موقعي وخلصت الابلكيشن بتاعي وعايز بقى هنا ارفعه على بلاي ستور ومش عارف ايه وكلام اب ستور وبلاي مش عارف الكلام ده كله، وفي نفس الوقت عايز انزل الموقع بتاعي على النت، ماشي، ارفعه على استضافه، ماشي. لازم اروح لحد سايبر سيكيورتي ولا انا محتاج لا، اتعلم حاجه اضافه عن الويب؟ بص، لا، الإجابة بتاعتك في أول سؤال، هل لازم أروح لحد سايبر سيكيورتي؟ لا. لأن الموضوع دلوقتي أسهل بكتير. يعني بالنسبة للموبايل هتلاقي في لايبريز وفي حاجات بتخليك تعرف
ان الابلكيشن ما يتعملوش ريفرس انجينير، او زي ما يتعملوش هندسه عكسيه، حاجه زي كده. وفي الويب نفس الكلام، مش محتاج تروح لحد، بس محتاج انت نفسك تكون عندك كده شويه اساسيات. يعني انت وانت بتذاكر باك اند، مش انت مثلا بتشرح ان انت لازم تعمل هاشنج للباسورد بتاعتك؟ ده نوع من انواع السكيورتي. مش لازم اجيب حد في السايبر سكيورتي يقول لي حاجه زي كده. فانت في شويه اساسيات بتبقى عارفها. من الحاجات برضو ان انت ما بتروحش على استضافه مجانيه. يعني انا مش هروح، يعني مثلا مش هرفع ابلكيشن او موقع في بيقبل فيزا على استضافه مجانيه، او على استضافه رخيصه كده ومش مشهوره. منطقي ولا مش منطقي؟ صح. مش لازم اروح حد بتاع سايبر سيكيورتي يديني شويه نصايح او يديني جايد لاين اعمل بيها كده. الشركات الكبيره، او في بعض الاحيان لو انت بتتعامل مع داتا فيها فلوس كتير، لا، ممكن تروح عادي جدا جدا، تروح لشركه اسمها سايبر سيكيورتي مثلا كونسلتنت، ده استشاري سايبر سيكيورتي. ده ما بيعملكش حاجه، بس ده بيقول لك والله بص، انت عندك موقع وعندك ويب، قصدي عندك موقع وعندك موبايل ابلكيشن وعندك داتابيز نوع كذا. ارشح لك ان انت تستخدم في التشفير بتاع الباسورد الجوريزم مثلا اسمها كذا. ارشح لك ان انت ترفع على امازون مثلا معينه بطريقه معينه. ارشح لك ان انت تحط حاجه اسمها فاير وول. ارشح لك ان انت تشترك في اس اس ال، او اللي هي اتش تي بي اس مثلا. فاهم؟ يعرفك من الاخر بيديك هتعمل ايه. بيديك بلان. بس الكلام ده تعال نقول في شركه متوسطه الى حد ما. ماشي. ده مجاني؟ لا طبعا، مفيش حاجه مجاني. مش مجاني خالص. مفيش حد بيطلع كلمه من بقه مجهود وتعب ما يكسبش من وراه. بالظبط. هو مش الموقع الاستضافة آمن؟ مش كله يا سيد يعني، مش كله. طيب. الاستضافة دي معنى كده ان انت الكود بتاعك مرفوع عندهم. فهو طبعا يعني لو في اي حد هو يقدر يزود في الكود ده براحته. فممكن يعمل داتابيز تانية ويزود في الكود، يخلي البيانات تتحط في الداتابيز اللي عندك والداتابيز تانية بتاعته هو. بس ده طبعا يعني غالبا ما بيحصلش. بس انا بقول لك يعني، وانت زي ما قلت لك بقى انت كسايبر سيكيورتي لو بتفكر بالشكل ده، اللي هو الزيرو تراست، ما اثقش في اي حد. عشان اثق فيك لازم اعرف انت مين. امازون والشركات الكبيره دي واخده شهادات في السكيورتي، ولازم يوريها لك، وبيقولها لك كده عشان انت وانت بتشتري ابقى عارف انا بدفع فلوس في ايه. طب احنا بنستخدم كالينكس ولا ايه؟ لا، بنستخدم لها شويه بص بصراحه. ده استنى شويه هنتكلم عن طيب. لينكس. يعني خلاصه السايبر سيكيورتي في جمله. اديني خلاصه السايبر سيكيورتي في جمله لو انا واحد لسه ما اعرفش اي حاجه. السايبر سيكيورتي في جمله هو زي ببساطه انت واحد بتحاول تامن الابليكيشن بتاعك والداتا اللي جواه. دي شغلتك. طيب، وفي انواع كتير اللي هو نتورك، موبايل، كلاود، ويب. حلو. خلينا نمشيها كده. ماشي. طيب قبل ما اخش في الرود ماب، انا دلوقتي لو هبدا في مجال السايبر سيكيورتي، هل مطالب يكون عندي خلفيه في اي حاجه ليها علاقه بعيدا عن البرمجه؟ خلينا نركن البرمجه على جنب. مم. ايزي شهاده، لازم اكون خريج مجال معين، الكلام ده كله؟ طيب، انا دايما بحب اقول الكلمه دي ومقتنع بيها، بس اللي هو الشهادات ما بتفرقش كتير. بس المجال ده بالذات انا ملاحظ حاجه فيه، ان هو اكتر مجال بيفضل تكون واخد فيه شهاده. هو والبلوك تشين، لو انت فاكر لما انا اتكلمت على البلوك تشين. صح. لان هقول لك برضو ليه. الموضوع مش فكره اللي هو ايه ده انت معاك حسابات او انت هندسه فيلا بينا ده انا هاخدك كده، لا. الفكره كلها ان المجالات دي، عالي قوي خصوصا يعني خصوصا في السايبر سيكيورتي، الريسك او المخاطره ليفل الوحش. فانا عايز اضمن ان انت درست الموضوع ده احتراف. وتعبت فيه ورحت امتحنت فيه وفهمته. ماشي. وغير شهادات الجامعه، غير هندسه وكده، المجال ده بالذات بقى فيه كميه شهادات ممكن اي حد ياخدها، سواء كان خريج هندسه او سواء كان خريج ثانويه عامه، مالهاش علاقه بالسن يعني او باي حاجه. الشهادات دي بتفرق قوي 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 في المجال ده، وغالبا بتطلب. يعني انا شفت مثلا 14 15 وظيفه لا بيطلبوا. هنتكلم عنهم.
بس دي شهادات هتاخدها ملهاش علاقه يا جماعه بشهادات الكليه، هي شهادات هتاخدها لا كورسات ملهاش علاقه. من حاجات انت لو على خريج، اليوتيوب. لو خريج هندسه او خريج حسابات او خريج كذا، الشهادات دي بتطلب. طيب ليفل بقى مش هنهزر بقى خلاص كده، قبل ما حتى عمر يجاوب، ليفل الانجليزي بتاعك ما يكونش مثلا اقل من 70 80 90% بجد. انت يا ابني ما هو الدنيا كلها انجليزي. يعني في مجالات تانية تتعوض شويه ما بتخش، انت ممكن تتعلم بالعربي وتخش جوه تلاقي الموضوع ايه، بيمشي شويه من مصادر على النت، في حد بيساعدك، في ناس عربي بتساعدك كتير. مجالات زي دي زي بلوك تشين ومجال زي السايبر سكيورتي ما في انجليزي، مفهومش هزار. ولا ما لهمش مصادر، وحتى لو لقيت مصادر عربي مش هتعرف تطور نفسك بعد كده، ومش هتعرف تتقبل في شغلانه الا لو انت معاك انجليزي، عشان نبقى صراحه جايبينها من الاخر. السن لا ملوش علاقه انا بالسن. هزود معلومه كمان على اللي انت قلته. الشهادات اللي انا بقول لك مطلوبه دي، الشهادات دي المحتوى بالانجليزي ماشي، والامتحان بالانجليزي، فهنا ما فيش هزار. يعني زي مثلا عندك انت شهاده السي سي ان اي دي، دي مثلا دي اهم حاجه هنتكلم عنها النهارده. بص انا في جزء كده حاطط فيه الشهادات. سيرتيفيكيشنز. ففي في كميه شهادات كده، حاجات انا سمعت عنها وحاجات انا ما سمعتش عنها يعني ف دايما دايما السي اتش. دي. طيب بالظبط، فانا مجهز لكم موضوع الشهادات ده اللي عايز يبحث عنها حتى او يعرف عنها حاجه. بس طيب فالمجال ده، بس المجال ده بقى منه العائد المادي، يعني خليني العائد المادي منه عامل ازاي يا عمر؟ لا طبعا عائد المادي زي ما بصوا يا جماعه، اي حاجه نادره او اي حاجه صعبه مش اي حد بيخشها، العائد المادي بتاعها بيكون اعلى من كتير. الطبيعي. هي عرض وطلب ببساطه كده. فهي السايبر العائد المادي كده. بالظبط. انت لسه جونيور ولسه معاك اي حاجه ولسه ما تعرفش اي حاجه، مستحيل في مصر هنا تشتغل باقل من 10000 جنيه بس، مستحيل. يبقى انت كده يعني مش مضحوك انت لو مضحوك عليك هتشتغل ب 10000 جنيه، فاللي هو في المجال ده يعني. طيب حلو قوي، ماشي، احنا كده صراح تمام، جبت لك الموضوع من الاخر. كمعنى وكموضوع الشهاده، وموضوع مش شهاده مش لازم كليه معينه، بس في شهادات معينه هتاخدها. موضوع الانجليزي برضو لازم. موضوع المصادر العربي مش هتلاقي، يعني انا ممكن اجيب لك 3 4 مصادر على النت. المصادر ده مش مصادر كتيره، هو مصدر بكورس واحد، يعني 3 4 كورسات، بس ماذا بعد؟ محتاج انجليزي جدا، تمام، حتى في الشغل. طيب خليني دلوقتي اعرف بقى الرود ماب. لو انا هبدا من الصفر، عايز اتعلم سايبر سكيورتي، سكيورتي بقى، عايز طيب اتعلم سكيورتي. ماشي. انا ارد بس على سؤال عشان خاطر سؤال اتسأل من ياسمين خالد. سؤال حلو يعني. هي بتقول سمعت ان دراستي في الويب بتبقى اول خطوه من خطوات السايبر سيكيورتي، الكلام ده صح ولا غلط؟ مش قوي صح. بس. لا انا عايز انا، بص هو زي ما انت قلت مش قوي، بس انا عندي وجهة نظر. انا افضل ان هي تكون صح. يعني الاجابه بتاعتي هتكون صح، مش 100%، بس انا هقول لك وجهة نظري هي ليه صح. انا دلوقتي عشان خاطر اعرف امن الموقع بتاعي، يا جماعه ببساطه تعالوا ناخد الموضوع كده ببساطه، مالناش دعوه بالبرمجه، مالناش دعوه باي حاجه، ننزل ليفل اقل شويه. دلوقتي انا واحد اشتغلت في مول. مش انت وانت عشان خاطر اول يوم كده ليك في الشغل انت واحد هتشتغل في امن وفي مول، بتقول لهم فين بوابات المول دي؟ صح؟ في اي مداخل للمول دي؟ في 4 مداخل، المدخل ده والمدخل ده والمدخل ده، وفي بوابه من تحت الارض مثلا للتهويه عشان تعرف المداخل بتاعتك. فانت نفسك، انا دي وجهة نظري يعني. فانت نفس الكلام في الويب. انا دلوقتي واحد بقى شغلانتي مثلا اللي هو ابلكيشن او سايبر سيكيورتي انجينير متخصص في الابلكيشن سيكيورتي، فانا بامن مثلا باك اند ولا بامن بعمل حاجه مش يعني عارفها، موبايل. فاهم، بعمل حاجه مش ما عارفها. ينفعش ما ينفعش تعمل حاجه مش عارفها. ده انا بيتهيألي ان انت لازم تبقى شاطر فيها عشان خاطر ابقى سابق اللي قدامي بخطوه، يعني اللي هو ايه، انا عارف كل الثغرات اللي ممكن تحصل في حاجه زي كده. انا معاك في اللي انت و- بتقوله 100%، بس عندي تعليق واحد، انه مش اجباري عشان تخش لا سايبر مش سيكيورتي. اجباري. كلام، خلي بالك كلمه تتاخد من بقك، في ناس تمشي وراها. ف انا مش مجبر عشان اخش في مجال السايبر سيكيورتي اتعلم ويب، بس انت وانت في السايبر سيكيورتي اتعلم ويب.
عشان تعرف تحميه. فلو انت بدأت فيه وعندك خلفيه فيه قويه، لا هيفيدك قوي. بس هل 100% لازم قبل ما ابدا بيه؟ لا، لا عشان الكلمه ما طلعتش من بقنا كده. بس يفضل ويستحسن وهتبقى جامد جدا. يعني انت لو هتسالني على رايي الشخصي هقول لك وانا هقول لك طب ليه ببساطه تانية. هديكم مثال بقى عملي اكتر. من الاتاكس المشهوره قوي في الويب بالذات، في الباك اند، حاجه اسمها سيكوال انجكشن. انا دلوقتي عشان اشرح لك ايه السيكوال انجكشن وايه حله، ما انت لازم تكون عارف سيكوال دي اللي هي داتابيز ماي سيكوال، اللي هو قواعد البيانات يعني اللي ما عندوش علم عنها. فاللي هو ايه، فانت وانت بتحمي السيكوال انجكشن هتعرف ازاي تحميها، بس مش هتبقى يعني هتبقى فاهم وهتحمي نفسك وكل الكلام ده. بس لو في شخص جنبك بيعرف سيكوال اصلا واستخدمها وعارف اللي انت عرفته ازاي اوقف السيكوال انجكشن، ده هيبقى اقوى منك في وجهة نظري. فلو انت سألتني عن رأيي انا الشخصي هقول لك الويب هيساعدك في مجالك يعني انت يعني. يعني انت كده معايا في ان الويب، ما يعني خشوا قبل الديف اوبس، وخشوا قبل السايبر سيكيورتي، وخشوا قبل البلوك تشين. يعني خشوا قبل الثلاث مجالات دي على الاقل الويب بنسبه كبيره. بص صح؟ بص بس في الديف اوبس مش شرط خالص. شرط. مش مش شرط شرط. خالص. مش شرط خالص. الاثنين بيشتغلوا مع بعض، الاثنين كومبو جميل جدا، بس مش شرط خالص. يعني انت ممكن تبقى ديف اوبس صرف، انا ماليش دعوه انت كاتب كود بيعمل ايه، فاهم؟ انا في الاخر مش هصحح لك الكود بتاعك. في البلوك تشين لا، هو ده تطور لده، فانت يعني لو فهمت اه ده ماشي. في السايبر ماشي. سيكيورتي برضو مش شرط، بس انا بقول لك يفضل. يعني في فرق ما بين مش شرط خالص، يعني مش ريكوايرمنت، مش شرط تكون عارف ايه ده اصلا. وفي فرق بقول لك يفضل تبقى عارفها، وفي فرق بقول لك ايه، لا لازم. يعني في البلوك تشين لازم تبقى من ده لده. كلام سهل. الفكره دي واضحه كده للناس ولا ايه؟ حلو، انا كده زي الفل بالنسبه لي في النقطه دي. طيب الرود ماب بقى، لو انا هاجي ابدا من الصفر، ايه المتطلبات اللي لازم تكون عندي عشان ابدا اتعلم المجال ده؟ طيب احنا اول حاجه زي ما قلت لك، يفضل ان انت تبقى محدد حاجه من دول: نتورك ولا ابلكيشن ولا انفورميشن ولا كلاود ولا موبايل. تمام. حلو. عايز تجمع ما بينهم في المستقبل ماشي، بس احنا دلوقتي بنبتدي، فبتبتدي بحاجه وكلهم تحت نفس الامبريلا او كلهم تحت نفس المظله، كلهم تحت نفس العلم، فنقدر في المستقبل نجمع بينهم. المستقبل ده مش لازم يكون بعد سنتين ثلاثه، ممكن يبقى بعد 6 7 شهور يعني. بس امسك نفسك كده في مجال وذاكره كويس وخش على اللي بعده. محمد، بص يا محمد، خلينا نتكلم. انت سؤالك على الديف اوبس بقى، خلينا نخليه في الاخر وهرد عليك في كل حاجه انت عايزها، بس عشان ما نخرجش بره المجال. ماشي. باشمهندس، ايه معنى الهاكر الاخلاقي؟ يعني نتكلم عليه كمان دقيقتين بس نعرف الرود ماب الاول. طيب بص يا سيدي، خلينا عشان قبل ما اشرح بس ايه الهاكر الاخلاقي، تعالى نقول ايه هو الهاكينج. الهاكينج ده اللي هو انت بتاكسس معلومات او بتاكسس بيانات حد، او بتاخد حاجه مش من حقك، مش مفتوحه للناس ومش متاحه للناس. فهو ده انا كده بعمل هاكينج لحاجه. طيب الهاكينج الاخلاقي هو ممكن يكون موجود في صورة ايه، اللي هو نفس الكلام بس في صورة ايه: فيسبوك وتويتر وجوجل ويوتيوب وهكذا، وكل الشركات الكبيرة دي بتبقى عاملة حاجة اسمها زي حاجة اسمها ايه، باج هانتر. باج هانتر ده يعني ايه؟ بتقول لك والله يا عم باشمهندس عبد الرحمن، فيسبوك قدامك اهو، لو انت اكتشفت فيه ثغرة. انا اكتشفت ثغرة في فيسبوك بتخليني اعرف اسرق ارقام تليفونات كل المستخدمين. امتى فانت كده هاكر. امتى ابقى اخلاقي وامتى غير اخلاقي؟ غير اخلاقي ان انا اخدها ابيعها او اخدها انزلها على النت واقول يا جماعه انا عرفت مش عارف ايه وكل الكلام ده. الاخلاقي اللي هو ايه، زي اعمل كده لو ريبورت انا الفيسبوك. اه اعمل ريبورت الفيسبوك واقول بص يا عم فيسبوك او بص يا عم مارك، انت عندك ثغره في 1 2 3، انا اكتشفتها وانا بعمل 1 2 3. الكلام ده عليه فلوس يا جماعه. في الباجز او هاكينج. الثغرات المتاحه، يعني مش الثغرات اللي الناس بتكتشفها، بتبقى متقسمه لليفلات.
لاقسام كده. ففي ليفلات منها تبقى ب $50,000 و$100,000 لو انت اكتشفت كارثه مثلا بتسرب بيانات الفيزا بتاعت الناس، فاهم؟ فهتستفاد ايه من ده؟ هتستفاد فلوس. ما هو ما بالظبط. الشركه هتراضيك وممكن تشغلك، تقول لك ايه، انت واحد جامد يا عم، تعالى تعالى امن لنا بقى السيستم ده. يعني انت عرفت يبقى اللي عندي ده مش شايف شغله وانت بتعرف فانت انت جامد يعني، تعالى بقى اشتغل عندنا. يعني انتوا بتتكلموا فيها، دي قصه يا جماعه حصلت حقيقيه في بس دي كانت ابل تقريبا اللي عملت كده. كان في ابل الاي كلاود بتاعها ده يعني من اقوى، هم بيقولوا ان ده من اقوى اللايرز اوف سكيورتي يعني. مفيش حد بيعرف يهكر الاي كلاود خالص، مش عارف ايه. في 2008 حصلت ثغره ان في حد عرف ياكسس الداتا دي، وهو بقى ما كانش اخلاقي، ده هو خدها ووزعها على الانترنت وكل الكلام ده. فلما ابل لما مسكته ما سجنتوش، شغلته عندهم. بس ده حاجه تانية، فانت بقى ممكن انت تسعى لحاجه زي كده. انت بقى ان شاء الله محمد علام اللي هتتمسك بقى. يعني يعني انا هتعلم الهاكر الاخلاقي عشان خاطر الف على المواقع واشوف الثغرات. اه. اه. طيب خليني دلوقتي مثلا قبل ما اخش في الرود ماب بقى خلاص كبدايه، بعد ما اخترت تراك من دول، امم الوايم كده، كل تراك من دول ياخد مده قد ايه؟ بالراحه كده على المده رينج. هنفترض ان انت الانجليزي بتاعك كويس، هنفترض ان انت ما عندكش مشاكل في الكلام ده كله. يعني لا اكتر من الويب مثلا. يعني مثلا انا في الويب كنت بقول لك من 6 شهور ل 10 شهور. وانت مثلا لو معاك حد يساعدك وكده، انا هقول لك سنه، ممكن سنه ويك كمان. هنا في اي تراك من دول سنه. اه. مش حلو. يعني عشان خاطر تبقى، لان السنه دي هتنكلود بقى ان انت ذاكرت الكلام ده وخدت شهاده من الشهادات المطلوبه وعملت كل الكلام ده. ما هو انا بقول لك، هتنكلود ان انت جامد مش سايب حاجه. انا زي ما قلت لك، انا الشغل اللي شفته الشهادات دي اساسي عندهم. فانا حاطط سنه عشان خاطر انت لازم تاخد شهاده. يعني انا لو بقيت نتورك سكيورتي، ما ينفعش اروح لهم نتورك سكيورتي وانا مش معايا مثلا CCNA، او انا معايا بتاعت مايكروسوفت، ولا اللي هي الشهاده دي اللي هي كومباتي A+ ولا نتورك بلس. ده في غالبا في ناس يا جماعه بتروح معاها الاربعه دول، فاهم؟ يعني ف لا يعني انا عشان كده بقول لك اديها سنه. ماشي، خلينا نخش في الرود ماب بقى كده ونعرف الخطوات. وحاول عمر تقول لي الخطوات، يعني الديتيلز اللي جواها ما تبقاش هي اللي واخده الشو. خليني اخد المسميات الرئيسيه من بره اكتر كمان، ماشي. حلو نتكلم قوي. سريعا عن الديتيلز اللي جوه. ماشي انا زي ما قلت لكم، بصوا يا جماعه، PDF المره دي في كميه مسميات وكميه حاجات، لو انتوا خدتوها دورت بيها على جوجل هتستفيدوا استفاده اكتر مما عارفها مليون مره مثلا. فزي ما تعالى نتكلم عن الحاجات اللي بره عشان تفهم بس انت بتدور على ايه، وبعد كده التفاصيل دي لو انت عايز تخشها تخشها. ف... فانت قبل ما تخش في المجال. حاول تزوم شويه عشان الكلام مش باين هزوم. أوي. ماشي ايا كان انت ناوي تخش في اني قسم فيهم، او في اني اختيار فيهم، موبايل بقى، ابلكيشن، انفورميشن، ايا كان. حاضر. آه، لازم تكون عارف الكلام ده اللي هو ايه. هو هنا بيقول لك fundamental IT skills، يعني دي اللي هي كل اللي احنا هنقوله ده. يعني هي الكلمه دي بتقول لك اساسيات الاي تي، الانفورميشن تكنولوجي. ده مصطلح بس مش اكتر، لسه ما فيش فيه اي حاجه تذاكرها. الكمبيوتر هاردوير كومبوننت، لازم تبقى عارف الكمبيوتر مكون من ايه. انت واحد هيقول لي إيه البديهيات دي؟ يعني انا عارف ان في ماذر بورد، وعارف ان في رامه، وعارف ان في كذا وكذا وكذا. اه. في السايبر سيكيورتي في ليفلز معينه لازم تبقى فاهم الكلام ده كويس قوي قوي. لازم تكون عارف الكونكشن تايبس، انواع الكوميونيكيشن او انواع الاتصال اللي بيتم على اي جهاز كمبيوتر او على اي موبايل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الواي فاي، NFC، البلوتوث، الانفراريد، ده نوع سنسورز. كل الكلام ده موجود يا جماعه في موبايلات، وفي اجهزه مثلا في الكريدت كارد مثلا موجود NFC. الواي فاي ده طبعا كلنا عارفينه. كل انواع الاتصال دي لازم ابقى عارفها، والبروتوكول بتاعها شغال ازاي عشان اعرف احميها.
يعني دلوقتي احنا عارفين ان الواي فاي راوتر، فبخش عليه بعمل له كونفيجريشن ازاي امنه. طب البلوتوث ده شغال ازاي؟ طب انا ليه ما حد ليه ما ليه ليه ما يعني ليه ما حدش يبعت لي فيروس مثلا عن طريق البلوتوث؟ لو انت يعني ما فكرتش تتعلم حاجه زي كده او تذاكر حاجه زي كده، او يعني يبقى يعني كانه بيكلمك عن طريق البلوتوث، بس هو بيبعت لك حاجه مثلا حاجه اسمها ميلوير، او حاجه هتضر جهازك يعني، او السيرفر بتاعك او ايا كان. وفي يعني حته الاندرستاندنج الاو اس اندبندنج ترابل شوتنج دي اللي هو تبقى عارف يعني دي انا مش شايفها مهمه قوي، بس اللي هو تبقى عارف ويندوز لينكس، تعرف تتعامل مع الكلام ده، مجرد تعامل مبدئي، على الاقل عارف ايه الويندوز وايه اللينكس، ولو حصل مشكله فيهم هعرف اصلحها، مشكله عاديه، مش بقول لك بقى عايز حد جامد جدا ومش عارف ايه وكلام من ده. تمام. هو هنا بيقول لك برضو understand the basic of popular suits. بص، السوتس دي اللي هي الاي كلاود او جوجل سوت او مايكروسوفت اوفيس دي، 99% يا جماعه من الشركات بتبقى شغاله بحاجه من الثلاثه دول. ايه الثلاثه دول؟ نظام الكوميونيكيشن او التواصل ما بين الشركه، اللي هو الجيميل العادي او الاوفيس 365 اوفيس، مش الاوفيس اللي هو الوورد والاكسل وكده، اللي هو الايميلات الاوتلوك. فده بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها كل البيانات بتاعت كل الموظفين اللي عندي، يبقى فيها كل الايميلات اللي رايحه جايه ما بين الموظفين، كل الداتا الخطيره. فانت لازم تكون فاهم الحاجات دي عشان خاطر اعرف امنها. واحد هيقول لي طب انا هخش ابلكيشن سكيورتي، ايه ليه محتاج امن الكلام ده؟ لا، في الحاله دي مش لازم. انت يعني خلي بالك، اصل انت ان انت تبقى عارف ايه دول هو ده كفايه. فاهم؟ انا ما بقولكش لازم تبقى متخصص في كل دول. حته الان اف سي والواي فاي والبلوتوث، لو انت هتخصص نتورك لازم تبقى عارفهم بالتفصيل الممل. لو انا مش هتخصص نتورك خلاص مش محتاج ابقى عارف كل الكلام ده بالتفصيل الممل يعني. والبيزك اوف كمبيوتر نتوركينج، يعني عارف يعني ايه اي بي، عارف يعني ايه دي ان اس، عارف يعني ايه سي دي ان، عارف كل الحاجات اللي المفروض لو حد جرب يذاكر نتورك قبل كده في حياته، يعني ايه راوتر، يعني ايه اكسس بوينت، يعني ايه كل الكلام ده، فاهم؟ بتبقى دي الاساسيات. انت لو دخلت شفت محاضرة ساعتين على النتورك، او اللي هو انترودكشن مثلا تو نتورك، مقدمة عن في النتورك وكده، هتعرف كل الكلام ده. يعني الكلام ده مش شهور هتتعلم فيه، دي كلها يعني مبادئ. انت عايزك تعرف البيزكس بس، او المبادئ بتاعتها. حلو. تمام. يبقى اول خطوه كده ان انا يكون عندي اساسيات الاي تي او مهارات الاي بالظبط. تي. كلام سليم. بالظبط. يعني انا شايفها، انت لو واحد ما عندكش، ما تعرفش اي معلومه عن الكلام ده، تعرف تجمع كل الكلام ده في اسبوع. ماشي. انا يا جماعه انا بقول اساسيات، انا لسه ما دخلتش بقى في تعالى نذاكر كورس كذا وكورس كذا ومش عارف ايه وهكذا. فاهم؟ انا بقول اساسيات. انت كل الكلام ده مش هو ده الصعب اللي في الموضوع خالص يعني. تمام. البي دي اف هيبقى يا جماعه، البي دي اف هيبقى ما تقلقوش. كمل والاسئله خطواتك وشوف. هنخلص بس، وكده جاوب على كل الاسئله بتاعتكم، عشان بس الناس اللي بتبعت لي لو انا ما رضيتش الاقي او حاجه. خلونا ننزل رود نخلص الرود ماب قبل عشان السحور. اهدوا شويه، خلينا نخلص الرود ماب. انتوا اللي بالظبط. هتجوعوا. ماشي، خش طيب، في الكلاود سكيلز، خش. الكلاود والنولج والبرمجه عموما. تمام. الكلام ده انا شايفه هيفيدك لو انت في كلاود سيكيورتي طبعا، لو انت موبايل سيكيورتي، لو انت انفورميشن سيكيورتي، لو انت ابلكيشن سيكيورتي. الكلام ده مش هيفيدك، الكلام ده لازم في الحاله دي. لو انت حاجه من الاربعه اللي انا قلتهم دول، الكلام ده ساعتها لازم. طب ايه الحاجه الوحيده بقى اللي مش هينفع فيها الكلام ده، او عادي اطنشه؟ طنشه؟ لا، ما تطنشوش كله، بس ما تركزش عليه قوي. هي نتورك، احتاج ابقى عارف لغه برمجه على البايثون على الاقل، والباش والباور شيل، الباقي كله عادي قشطه. جافا سكريبت يعني. ما هو انت لو نتورك بقى مالكش دعوه، مالكش علاقه بالويب وكده. اه، ف سيبك من النتورك، سيبك من النتورك، انا بتكلم عن الباقي. لا، ما هو الباقي، لا الباقي بقى، انت ما هو انت لو ابلكيشن سيكيورتي، فانت ما فيش موقع ويب في العالم مش معمول بجافا سكريبت. مش يعني احنا بنتكلم دي جافا سكريبت. ماشي، فده كده كده.
الباش والباور شيل ده عشان خاطر ويندوز ولينكس، ازاي تعرف تكتب كوماند لاين عليهم اصلا. الكلاود، الكلاود ده اللي هو انا كنت بشرح لك، لو انت هتبقى كلاود سكيورتي او ابلكيشن سكيورتي، ارشح لك ان انت تبقى فاهم برضه، تاخد فكره عن الكلاود. هو بيقول لك تاخد فكره عن ايه، هتلاقيه حتى بيقول لك ايه، تفهم ايه الكلاود، تفهم ايه الفرق بين الكلاود واون بريمس. يعني اون بريمس ده يعني السيرفر عندك في المكتب، ولا السيرفر عند جوجل مثلا. تفهم يعني ايه سي دي ان، تفهم يعني ايه كلمه سيرفرلess، بس مش اكتر. وهو بيقول لك اهو programming skills and knowledge optional but recommended. يعني ايه optional but recommended؟ يعني اختياريه ولكن مقترحه، ولكن قصدي مرشحه. يعني مش هي ماست. اختياري، بس انا برشحها لك. ما ينفعش تبقى كلاود، او تبقى موبايل، او تبقى انفورميشن، او تبقى ابلكيشن سكيورتي انجينير وما تعرفش برمجه. بقولها تاني، ما ينفعش، فاهم؟ اوبشنال، زي ما اتكلمنا في الاول. الويب لازم؟ لا مش لازم، بس يعني اختياري. بس انا بقول لك ذاكره. الراجل المحترم اللي عمل الرود ماب دي هي اكشلي مؤسسه، مش راجل. بترشح نفس الكلام. تمام. تمام. ماشي. اوبريتنج سيستمز. طب ما انا للاسف لازم ارد على التليفون، فدقيقه واحده بالظبط وهرد على التليفون واكون معاكم تاني. طب دقيقة واحدة. يلا، يلا عقبال ما انا اقول لهم الكلمتين دول. اياد بتقول ما تعمل لنا تطبيق عملي. تطبيق عملي على ايه؟ هندسه بعت لك على الواتس، عاوزك تبعت لينك صفحه الباشمهندس عمر. سلام عناية بس كده. يهكرك مثلا. يا عم وانا مالي يا عم. طيب. طبعا يعني احب اقول لكم ان ما حدش هيختار مجال من المجالات دي او التخصصات دي بعد المحاضره. انا عارف كده كده. انت بس لو انت مكمل ويب او بدات ويب، يعني ممكن تاخد نظره كده عن الابليكيشن بعد كده كمان شويه، بعد سنه سنتين في المجال بتاع الويب. بعت لك مشروع جامد على الواتس وما ردتش. حاضر ابعت تاني معلش. مش وقته دلوقتي يا اياد، مش وقت. طيب. آه... انت الهوست يا عمر. كنا نشار شويه حاجات. بيبي يا سيد، يا سلام. بيبي. انت طيب يا باشا. طيب. حد عنده اي سؤال يا هندسه مشكله موضوع الواتس ده؟ ماله يا ابني الواتس؟ الدنيا شغاله. ولا ولا اللايف شغال وبيتسجل يلا. مش هرد عليك غير لما يقفل التسجيل. ما بتردش عليه، والله والله يا محمد يا علام الرسائل كتيره، والله سامحني. سامحني سامحني سامحني. اه بالظبط. حاضر لسه جاي لي اياد دلوقتي. حاضر اعمل لك بلوك. حاضر. حد قرر في الكلمتين اللي سمعهم دول، حد قرر يخش سايبر سكيورتي بامانه؟ قول للهوست يفتح اذن التسجيل. يا ابني ما الهوست بيتكلم في التليفون. ايه يا ابني اللي حصل؟ ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده في نفسك؟ عندي صاحبي شغال فيها وعجباني جدا. لو سنك صغير رشح لك جدا. والله بجد لو سنك صغير رشح لك جدا. آه انا بدرس سايبر سيكيورتي اصلا. انا ان شاء الله باشمهندس ياسمينة.
وده كتير قوي هيبداوا. انا بدرس، ماشي حلو جدا. بتدرسوا ايه؟ بتدرس بتذاكر لوحدك يعني؟ آه لسه موضوع الشهادات بقى هيتكلم عليها كمان شويه. الباشمهندس عمر، لا يا باشا، كله تحضيرات. هو لا، مصادر عربي واجنبي اونلاين. حلو. حلو، ممكن تبقى تبعت لنا كمان، احنا ممكن نتكلم في الاخر عن الموضوع ده. ممكن تبقى تبعت لي انا المصادر وانا شارع على الجروب. اياد، 13 سنة. لا 13 سنة انت تبدأ مجال زي ده فعلا. يعني انت اصلا لو بدأت ويب وبدأت موبايل ابلكيشن، ده شغلك فريلانس مش شغل الشركات. مفيش شركة هتشغلك وانت في السن ده. سايبر سيكيورتي لا، في شركات عادي تشغلك وانت في 18 19 بس جامد، فاهم؟ وال 30 يكتفي بفرونت بس. لا ال 30 يكمل فرونت وباك. الرود ماب انا سريعا كده عشان برضو اقول لكم كده كام حاجه. اقول لك انت الرود ماب اللي جايه هتبقى عامله ازاي سريعا، يعني بعض الحاجات منها. على ما اعتقد انه نظام تشغيل، انت لازم نظام تشغيل زي لينكس لازم تكون عارفه، لازم تكون مذاكره. يعني ويفضل كمان تبقى عارف مثلا حاجات من الباقيه من ماك ويندوز تبقى عارفها. طبعا اكيد هو لسه هيتكلم عن موضوع الشبكات. ماشي، لازم تكون فاهم بقى موضوع البروتوكول والاتش تي بي اس والكلام ده كله والاي بي. لازم برضو تكون، ويفضل في اللينكس تكون عارف النسخة بتاعت كالي لينكس، مش نسخة تانية. طبعا البرمجة، الحاجات اللي انت تبقى عارفها في البرمجة: لغة بايثون ولغة جافا سكريبت. انا برشح لك اللغتين دول جدا. وتبقى عارف اساسيات ال HTML. ده لازم كده كده، ال HTML لازم. لو يفضل CSS يبقى حلو. ايه تاني؟ طبعا بقى خلي بالك لو في الباك اند تبقى عارف مثلا PHP ولارافيل وداتابيز، تبقى جامد. انا جايب لك على فكره ملخص يعني من الاخر القصه اللي عمر هيقولها لك دي كلها، دي ملخصه. آه طبعا ده لو مواقع، لو هتأمن مواقع فكويس قوي انك تبقى عارف لارافيل. لارافيل اعلى باك اند سكيورتي. طيب، هو بقى يكلمك عن الشهادات شويه. على ما اعتقد اهم شهادتين يقول لك عليهم هي شهاده CCNA، وشهاده الاس او CEH. ودول اهم شهادات هكلمك عليهم. موضوع كمان برضو في نظام التشغيل، فايده انك تعرف لينكس. هو اهم حاجه هتعرفها هو موضوع الكوماند لاين، ان انت تعرف تفتح التيرمينال بتاعك. انا مش معايا حتى الشير. عمر في ايه؟ انت هتتجوز ولا ايه؟ آه لا، انا معاك اهو. خلاص افتح عمر جه. الكاميرا كمل اقول لكم اللغه شويه كمل. تانية. لا انا اختصرت لهم الرود ماب بتاعتك. كمل تعالى اقول. يلا. لا لا، انت معاك الهوست لو انت كنت عايز تشير حاجه. انا كنت سامعك بتقول بتهزر؟ انا كل ده فاكر عشان الهوست معاك. طب خد انت مشاير ولا عايز شاير؟ خد شاير. لا، انا الهوست كان معايا. انت قلت انا عايز اوريكم حاجه لما لا لا، عمر ما يجي خلاص، ما كمل الرود ماب بقى اللي معاك، كمل الرود ماب. طيب، حاضر. ماشي، هشير حاجه. انت برجعي الهوست تاني. اديتك الهوست، معاك الهوست كده. اه، جاي لي اهو. ادينا المواضيع الرئيسيه اللي هي يعني خلاص. انا ممكن ابقى عارف الاي تي سكيلز، بعد كده اعرف لغه برمجه، لغتين برمجه طبعا بايثون جافا سكريبت. اعرف شويه حاجات عن الكلاود على ما اعتقد اللي شفتها. ايه تاني بقى من المصطلحات العامه؟ يعني نظام مثلا آه، شاير عشان مش مشاير. تمام. اه، شير حاضر. نظام اوبريشن سيستم يبقى اختار لينكس مثلا. على حسب ما هو يعني هو الموضوع كله انتوا دلوقتي كده شايفين الصوره. كده تمام. تمام. على حسب انت هتشتغل في اي مجال بالظبط. ف... فمثلا انت لو انت هتبقى ابلكيشن سكيورتي،
هقول لك ماشي خلاص خش اختار لينكس، اديك انت عندك الاوبشن اصلا انت تختار ما بينهم. انما انت لو هتبقى مثلا انفورميشن او كلاود او نتورك بالذات، لا انت لازم الثلاثه، فاهم؟ والثلاثه ده مش معنى يا جماعه بصوا انتوا في الرود ماب دي هتلاقوا هنا انا مطلوب مني ابقى عارف ايه ابقى مطلوب مني ابقى عارف ايه بالظبط عن الاوبريتنج سيستم. ف اسمه ايه ده، يعني هما الثمان حاجات دول مثلا بس، مش مطلوب مني ابقى عارف كل حاجه في الحياه عنهم وكل الكلام ده كله. طيب ايه تاني؟ فاحنا كده اتفقنا ان انت لو انت قلت هتخش في النتورك او هتخش في الانفورميشن الكلام ده هقول لك اختار الثلاثه. لو هتخش ابلكيشن بس هقول لك اختار لينكس. لو انت عايز تتعلم حاجه واحده بس فيهم يعني، ممكن تبتدي بحاجه واحده بس فيهم في اي مجال وبعد كده تبتدي تخش على اللي بعديها. وخلينا متفقين ان اقوى حاجه فيهم لينكس ده للسكيورتي. هي ده 100%. ما فيش اختلاف يعني، ما فيش شك في السكيورتي في المجال بتاعنا في كل حاجه، مش السكيورتي بس. حلو. طيب بعد كده النتوركينج بقى عموما كل الكلام ده تحت النتورك. انا حتى كنت هتلاقيه مكتوب كده في الرود ماب عشان برضو لو انت قريتها وانا مش معاك. كل الكلام ده تحت النتوركينج. لو انا عايز ابقى نتورك تمام، لازم اسمه ايه ده اتعلم كل الكلام ده، اللي هو ايه الاو اس اي، ايه الاو اس اي موديل، الانترنت شغال ازاي، يعني ايه الاس اس ال، يعني ايه ال تي ال اس، البروتوكولز كلها يعني تبقى ايه كل عارفها. الكلام ده. كل الكلام ده بروتوكولز مظبوط. حلو. الخطوه اللي بعد دي في الاخر انا هكمل هخص كده. لكم خطوات شويه يعني، بس ايه. اه لو انت بقى تخصص نتوركينج تمام، نتورك سكيورتي انجينير. ويا جماعه دي النتورك سكيورتي انجينير دي يعني شغلانه موجوده غالبا في مصر، دي من اكتر الشغلات اللي مطلوبه موجوده في مصر. ان انت بقى ليه موجوده في مصر؟ طبعا طيب كتير، عشان خاطر طبعا عندنا تي اي داتا وعندنا واي مكان بنك اي حد عنده سيرفرات او عنده بيانات عملاء لازم يبقى في نتورك يعني، واي بيت فيه نتورك بالاخص يعني. بس عشان كده هي مشهوره في مصر قوي يعني. لازم بقى تتعمق في كل المجالات دي. دي كلها كده يا جماعه مسميات، ما تخافوش من الحاجات دي. يعني ايه بابليك وبرايفت اي بي، يعني ايه لوكال هوست، يعني ايه سي اي دي ار، دي كلها الحاجات دي بتشوفوها عندكم على الجهاز، لازم تكونوا فاهمينها عشان تعرف تأمنها. منطقي. بس الاندرستاند ذا terminology، يعني هو بيقول لك افهم المصطلح العلمي بتاعها، يعني ايه اي بي، يعني ايه نات، يعني ايه سويتش، يعني ايه في بي ان، يعني ايه راوتر. فاهم الراوتر اللي خد عندكم بالك بره ده. الحلو انه الويب شويه بيساعدك ان انت تعرف نص المسامات دي بسهوله، فاهمني؟ وانت ماشي كده بتلاقي نفسك تعرف اصلا ايه اغلبهم. و بجد. بالظبط فاهم، زي الاي بي واللوكال هوست والديف اوبس نفس الكلام. الديف اوبس في زي ما انتم عارفين، لما وزي ما اتكلمنا في الديف اوبس، الديف اوبس بيحتاج نتورك. فالنتورك عامل مشترك ما بين الديف اوبس وما بين الباك اند شويه، وما بين ال السكيورتي طبعا انجينير. في بقى شويه معلومات عامه. انا شايف ان انت لو انت عايز تبقى سايبر سكيورتي انجينير يعني، في العموم ايا كان مجالك ايه لازم تقرا عنهم وتعرفهم. دي اسمها security skills and knowledge. شويه معلومات عامه كده لازم تكون فاهمها. اللي هي ايه؟ يعني ايه بلو تيم وريد تيم وبيربل تيم؟ فاكرين انتوا الحاجات اللي انا شرحتها لكم من شويه، اللي هو الهاكر اخلاقي وهاكر غير اخلاقي ومش عارف ايه والكلام من ده. اه الاخلاقي مثلا اسمه بلو تيم، الريد تيم ده اللي هو الغير اخلاقي، البيربل ده اللي هو مثلا يعني الصراحه يعني مش فاكر بالظبط هو ايه، بس هو كمان مصطلح لازم تبقى عارفه، فاهم؟ وهكذا. يعني حلو. ايه كلمه ثريت؟ ثريت دي يعني ثغرة أو خطر، أو ثريت انتل دي يعني معلومة خطرة مثلا، أو معلومة بتهددك أو حاجة زي كده. لازم تبقى عارف كل الكلام ده. يعني إيه الكور كونسبت أوف زيرو تراست؟ كنت بقول لك في الأول لازم يبقى عندك زيرو تراست، ما تثقش في أي حد وهكذا. لازم تكون فاهم كل الكلام ده. أنا شايف الحاجات الكتيرة دي يا جماعة مش كورسات هتذاكروها ولا بس دي حاجات لازم تقرا عنها، وهتلاقي كل حاجة فيها بالإنجليزي للأسف. وبس هي حاجات مهمة ولازم تكون فاهمها أيا كان أنت بتعمل إيه.
في منها حاجات انت هتعرفها بالبديهيات، اوثنتيكيشن واوثرايزيشن اللي انت بتعملها تسجيل في الدخول. الباك اند في الويب. بالظبط. في حاجه اسمها بيزك فورنزكس دي. عارفين الطبيب الجنائي بيبقى فيه برضو كده زي يعني ايه اثار الجريمه والله ما بهزرش، بيبقى فيه زي اثار الجريمه حتى في حاجه زي كده بتبقى على هيئه لوجز، اللي هو ايه، بتبقى شايف ان اليوزر اي دي الاي بي بتاعه اسمه كذا 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 كذا، عمل لوجن الساعه كذا كذا كذا، وبعد ما عمل لوجن عمل ريكوست بتاريخ كذا. دي اسمها فورنزكس يعني، اللي هي زي الاثار كده. فانت كل الحاجات دي انا شايف ان انت لو انت بس انت بقى المعلومات دي انت داخل تقراها دي، يعني النتورك قلنا هتفيدك في اكتر من حاجه. هنا انت كده سكيورتي مفيش هزار، دي كلها سكيلز وحاجات للسايبر سكيورتي بس نوليدج. واحد بيقول لي ياسمين بتقول لي البلو تيم والريد تيم والبيربل تيم، واحد للهجوم واحد للدفاع. لا بصي هو مفيش حد بيهاجم. مفيش شركه هتعين ناس وتدفع لها ملايين الدولارات، لان طبعا مرتباتهم بالسنه مثلا، يعني لو جبنا خمسه كل واحد مرتبه 200,000 دولار في السنه، فبدفع مثلا مليون دولار. مفيش شركه هتعين حد عشان اهاجم، وغير قانوني اصلا ان انا اهاجم. انا في عندي تيم بيحمي، في عندي تيم بيعوض الخساره لما اخسر، وفي تيم مثلا لا هو تيم بس، تيم يعني عندي تيم هم الاثنين دول بس. انت كشركه كمؤسسه يبقى عندك الاثنين دول بس، واحد بيحميك، واحد بيحاول لو حصل مشكله انا ممكن اتصرف ازاي. خلاص المشكله حصلت، انا حصل عليا الهاكينج، اتصرف ازاي. في ناس دي وظيفتها. طيب دي برضو بقيه التراك بتاع الجزء اللي فوق ده. اوف، تلكو السايبر انا عارف ال... موضوع ال... كبير جدا. الموضوع شكله كبير، بس انت في حاجات مع الوقت يعني انت لو وصلت للمرحله دي، لو انت خلصت كل اللي فوق ده ووصلت للمرحله دي، انت هتبقى في مرحله كويسه جدا. انا عارف ايه اللي يهمني وايه اللي ما يهمنيش. يعني ايه؟ دي انواع الاتاكس، انواع الهجومات اللي بتحصل عليك، فانت لازم تبقى عارفها. مش معنى ان انا عارف جميع انواع الاتاكس ان انا اعرف احمي منها كلها. فاهمين قصدي؟ مش معنى ان انا يعني انت كعبد الرحمن عرفت جميع انواع الاتاكس دي ان انت بتعرف تحمي منها كلها. لا، انت في الاخر متخصص في حاجه فهعرف احمي من ثلاثه اربعه. بيزك اوف كريبتوغرافي اللي هو اساسيات علم التشفير، فاكرين لما اتكلمنا عليها في البلوك تشين واتكلمنا عليها شويه في الباك اند، انت بتهيش الباسورد وهكذا. بس نفس هو الكلام. بيقول لك ان الفريق الاحمر هو اللي بيهجم، والفريق الازرق تقريبا هو اللي بيصد، وبيندرج تحتهم كمان البيربل تيم. بس مم. اللي بيهجم هو الاحمر. ما هو اللي بيهجم هو الاحمر. ماشي، يعني انت طالما عملت سيرش ده صح، بس انت يعني ما فيش شركه عندها ريد تيم. في شركه هتعين واحد بيهجم، ده بيبقى تيم بالظبط، بقى. ده بيبقى ده الغير اخلاقي، ده اللي بره. بالظبط. فاهم بالظبط. آه نفس الكلام. يعني مثلا ال 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 understand the following terms دي كلها terms تحت يعني ايه انتي فيروس، يعني ايه انتي ميل وير، ايه الفرق بين الفيروس والميل وير اصلا. آه ايه برضو يعني ايه فاير وول، يعني ايه كل الكلام ده. خلي بالكم يا جماعه، السايبر سكيورتي مجال مش سهل. احنا دلوقتي بنتكلم ان انت بتحمي بيانات وفلوس ناس، وانتوا عارفين المجال بتاعنا ده الشركات بتكسب بالمليارات مش بالملايين بره مصر يعني، ومصر برضو بيكسبوا ملايين في شركات بتعمل ملايين الدولارات هنا في مصر. فهو مفيش فيها هزار، فهتلاقي ان الموضوع مرتباتهم عاليه عشان كده. الموضوع مش سهل. ما تمشيش في حته اللي هو الموضوع شكله حلو وممتع وكده فانا هخش فيه. لا، الموضوع هياخد منك وقت وتعب ومجهود وكل حاجه. طيب يعني ايه بس برضو ال هتلاقيه بقى بيقول لك برضو شويه حاجات بتساعدك مثلا في، يعني هو كاتب لك هنا الكالي لينكس. الكالي لينكس بيبقى فيه تولز بتساعدك ان انت تقرا الفورنزكس، زي ما كنت بقول لك فوق، تقرا كده تقرا الايه زي الاثار مش الاثار الجانبيه، اسمها ايه؟ فين؟ آه... لا انا بحاول بس افتكر معناها بالعربي.
فورنزيك دي زي اللي هو عارفين زي ما قلت لكم كده، اللي هي الجريمه زي اثار الجريمه وكده. فاللينكس في حاجات بتساعدك كده ان انت تقرا التراك او تعرف اللي حصل بالظبط، وفي حاجات بتساعدك تهاجم طبعا. يعني اكتر اصلا اغلب الهاكرز بالذات بتلاقيهم بيستخدموا كاي لينكس وفي بارت او اس. بس كاي لينكس طبعا عشان خاطر هو السوشيال ميديا شهره اكتر، وهو فعلا اقوى من بارت او اس. طب بس هو سؤال مبني على ان انا خدت بالي الطب كده. الشرعي اه. طبعا انا يعني كده كده المصطلحات دي كلها احنا مش عندناش خلفيه كبيره قوي عنها. بس الفكره اللي بتكلم عليها ان دي كلها عباره عن مصطلحات. الموضوع مش ضخم لا قوي، لا لا باين انه بالظبط. كتير. انت اللي هياخد منك وقت في المذاكره، انا فهمت قصدك وفهمت انت سؤالك رايح لفين. اللي هياخد منك وقت في المذاكره هي حته النتورك، ان انا ابقى فاهم ايه النتورك ده وشغال ازاي. تمام. والبرمجه طبعا، ان انت عايز تذاكر لو انت هتبقى ابلكيشن او هتبقى كلاود او نتورك او كده. تمام. والشهادات بتاعتك اللي في الاخر، ده اللي هياخد منك وقت. خلي بالكوا الشهادات دي هتلاقوا 90% من المصطلحات دي متغطيه فيها. بالظبط. اه فاهم. بس انت ما ينفعش تبقى، يعني مثلا ما ينفعش تبقى سايبر سكيورتي وزي ما قلت لك وما تعرفش انواع الاتاكس اللي بتحصل عليك. ما وفي حاجه اسمها نتورك بيزد اتاك، يعني اتاكس بتحصل مثلا عن طريق البروتوكولز او نتورك بروتوكولز زي اتش تي بي مثلا وهكذا. نفس الكلام. في تولز بقى مخصصه بالحاجات دي اغلب بتعمل. المصطلحات اللي انتوا شايفينها دي كلها يعني مش هتاخد منك وقت كبير. هتعرف معنى الشيء وبتشوف له مثال، بتشوف له حاجه، هتلاقي الدنيا بتمشي. فاهم؟ الحاجات فعلا اللي مم. هتاخد وقت هو برمجه وش، طبعا ده كده كده هتاخد وقت، يعني بتاخد وقت. و... والشبكات. مظبوط. ادينا بقى و شهادات كده. هديك الشبكات، هديك الشهادات. بس ياسمين سألت سؤال بتقول معرفتي يعني نتورك تكفي باللي انا درسته في الكليه ولا لازم اتعمق فيها قوي؟ ما اعرفش انت كنت في كليه ايه يا ياسمين صراحه فمش هفتي. بس ممكن تقولي يعني، بس غالبا راجع عليه وزودي. يعني كل ما هنزود العلم كل ما هيكون احسن. ولو انت نتورك انجينير او سايبر سيكيورتي متخصصه في النتورك 100% لازم تزودي. انواع الشهادات، كل اللي فوق دول يا جماعه شهادات في النتورك. في حاجات مطلوبه منك بيزكس عشان تبقى عارف الانترنت شغال ازاي، اللي هي نتورك بلس واي بلس. اي بلس ونتورك بلس مثلا، هخش هقول لك ايه لينكس وهقول لك ايه السي سي ان ايه. النتورك بلس والاي بلس دول انت ببساطه عارف الكمبيوتر والانترنت شغال ازاي. فانت ايا كان بتحمي ايه في حياتك هو موجود على جهاز كمبيوتر. فانت لازم تبقى فاهم الانترنت والجهاز كمبيوتر ده شغال ازاي. ما انت الجهاز ده لو معزول عن النت فخلاص ما انت بتحميش حاجه اصلا. مفيش حد يعمل لك، ما فيش حد يعرف يوصل لك. حلو. حسابات قسم اي تي، لا حسابات قسم اي تي يبقى كفايه طبعا. غالبا كفايه يعني. انت شوفي انت محتاجه تراجع عليه، وشوفي الكلمات المصطلحات اللي فوق دي انت عارفاها كلها ولا في حاجات هتضطري تذاكريها وهكذا. السي سي ان ايه طبعا اللينكس بلس ده بقى بيبقى شهاده بتثبت ان انت بتعرف تتعامل مع لينكس وان انت متخصص في لينكس. سي سي ان ايه دي تعتبر نتورك بس لاجهزه سيسكو. ايه اجهزه سيسكو دي؟ كل جهاز راوتر وكل جهاز كمبيوتر وهكذا ليه شركه مصنعه. اشهرهم هي سيسكو، ومن كتر ما هي مشهوره بقى في شهاده باسمها، وفي طبعا مايكروسوفت وشهاده برضو باسم مايكروسوفت. في بقى الادفانسد سيرتيفيكيشن، يعني شهادات اهم واعلى. تمام. من اللي فوق ده كله، اللي فوق ده كله زي ما قلت لك ده انا معتبره البيزكس. معتبره انت لو عرفت تاخد الاربعه. بس انا بسمع اكتر سمع ان انت تاخد السي سي ان اي وخلاص، على كده يبقى انت عديت الليفل بتاع الشبكات، وتخش بقى على الادفانسد ده كله تقريبا على ما اعتقد يعني. اهم واحده فيهم، بس اتكلم عليهم بس الاول وانا اقول لك انا خليني انت قلت حاجه حلوه، وخلي بالك انا قلت اربعه ما قلتش خمسه. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هم خمسه. ليه قلت اربعه مش خمسه؟ السي سي ان ايه يا شباب فيها الاي بلس وفيها نتورك بلس مع الاثنين وفيها زياده عليهم كمان.
في سي ان اي سكيورتي، في سي ان بي، وفي سي ان اي سي ان اي سكيورتي. فانت يا اما تاخد اللينكس بلس والاي بلس والنتورك بلس والساب والسكيورتي بلس. ومش معنى ان هم اربعه ان انت تقعد فيهم 4 سنين، لا ممكن الواحده تقعد معاك شهر ونص، شهرين عادي. يعني محتواها بيبقى صغير، خصوصا الاي بلس دي هتلاقيه بيقول لك الجهاز مكون من ماذر بورد ورامات، حاجات فعلا بديهيه، ما تتخضوش من الاسامي وخلاص. وبس. يا اما تاخد السي سي ان اي، وممكن تكمل عليها لو انت حابب تزود السي سي ان بي والسي سي ان اي سكيورتي. تمام. بس انت كنت عايز تقول حاجه؟ كنت هقول لك ان برضو اهم شهاده في الادفانسد دي هي السي اي اتش، بس برضو كمل يعني كده، عرفنا الشهادات دي برضو. بلا منافس يعني. انا زي ما قلت لك، في هنا الشهادات ليها علاقه باجهزه. يعني السي اتش دي هي تعتبر استنى كده احاول اجيب لكم اسمها بالظبط. سيرتيفايد ايثيكال هاكر، يعني اللي هي الهاكر الاخلاقي اللي احنا كنا بنتكلم عليها. هي اسمه ايه ده؟ هي الشهاده بتاعته. يعني الهاكر الاخلاقي ده ليه شهاده. فالموضوع برضو وليه فلوس زي ما كنت بقول للناس. الموضوع مش فكره ان انا بكتشف ثغرات وبعملها لارض الواقع يعني. الشهاده اللي اسمها او اس سي بي برضو من الشهادات اللي انا سمعت اسمها وشفتها مطلوبه كتير جدا. تمام. دي ليها علاقه بالبنتريشن تيستنج. ايه البنتريشن تيستنج ده؟ البنتريشن تيستنج ده اللي هو في شركات بتيجي تقول لك بص يا عبد الرحمن، بص يا باشمهندس عبد الرحمن، انت عندك شركه سكيورتي، وانا عندي موقع وابلكيشن بتاعي. خد اعمل له بنتريشن تيستنج وطلع لي كده تقرير. تمام. البنتريشن تيستنج ده يعني تيستنج خاص بالثغرات. خد الشركه بتطلع لك تقرير كده، تقول لك والله انت عندك 10 ثغرات، 5 منهم ليفل خطير جدا، 4 ليفل متوسط، واحده ليفل بسيط، مش هتعمل لك مشكله يعني. حلو. وكل حله والحل المقترح لكل واحده فيهم. ف ف فبس. فهي الشهادات دي بقى بانواعها. انا طبعا ما اعرفش الشهادات دي كلها، عشان برضو الكل يبقى عارف. انا مش متخصص في السايبر سيكيورتي. انا معلوماتي اللي عن السيكيورتي اكتر ممكن تكون في شويه ابلكيشن سيكيورتي وشويه كلاود سيكيورتي. احتكيت بيهم في واقع ان انا شغال باك اند وديف اوبس في شركه بتتعامل مع فلوس. فبنحتاج ان انا اعمل زي سكيورتي لاير كده، او يعني طبقه من الحمايه بشكل من الاشكال. فالحاجات اللي احتكيت بيها واللي عندي بيها خبره بقولها عادي. الحاجات التانية دي كلها حاجات انا محضرها وقريتها، يعني انا مش وهتعمل شخص. عليها سيرش بسهوله وهتبقى بالظبط، نفس الكورسات. بالظبط. طيب خليني الخص في حاجه تانية في البي دي اف قبل ما تتكلم عن النقطه النهائيه، يعني خلينا المرتبات بقى والشغل بتاعها. طيب قول المرتبات وبعد كده نلخص الرود ماب بخطوات سريعه يعني. المرتبات انا زي ما قلت لك يعني. انا حتى كنت جايب لك هنا، دي كانت دي على وظف دي. ده وظف، وده جوجل جوبس. في شغل هنا في مصر كتير مطلوب، يعني مطلوبه في مصر كتير. فموجودة عادي، وعلى وظف برضو موجودين هم. والمرتبات انا دي كنت زي ما قلت لك، الحاجات دي حتى مش ابديتد. فانا زي ما قلت لك انت يعني لو انت كده مضحوك عليك هتبتدي ب 10000. ف... فهي زي ما انا قلت لك يعني. طيب السؤال اخراني على الموضوع بتاع السايبر سيكيورتي، هل الفريلانس طبعا شركات توب في شغل فيه عشان ما نفتيش، مم. بس الشغل الفريلانس هل في مطلوب شغل فريلانس؟ قليل جدا صح؟ جدا. هقول لك مطلوب في ايه برضه. وعشان خاطر في سؤال احمد هشام بيقول تخصصهم ايه الشغلانه اللي مطلوبه في مصر دي. أه... هقول لك يعني. بص، في شركه مثلا في تايتل موضح اسمه كلاود سايبر سيكيورتي. ده كلاود بنتريشن تيستنج. ده غالبا يبقى ابلكيشن. تمام. وهكذا. فهو هتلاقي كله موجود يا أحمد. بس انا اكتر حاجه شفتها كانت النتورك. الفريلانس فيها، قليل قوي. بس موجود مثلا في حاله اللي هو ايه، البنتريشن تيستنج كده. اللي هو خد يا عم الابلكيشن بتاعي ولا الموقع بتاعي يعمل لي عليه بنتريشن يعني شوف تيستنج. لي الدنيا بتاعته ايه، المشاكل بتاعته. بالظبط تطلع لي ريبورت. طب ليه قليله؟
في شركات كتير جدا بتعمل الكلام ده، بس ليه قليله؟ عشان في خاطر في الاغلب اللي بيعمل كده بيبقى عايز يروح لشركه كبيره، شركه اسمها مشهور، شركه كذا، مش واثق قوي في الفريلانسر يعني. طيب حلو قوي. بس طيب خلينا ألخص الموضوع. السايبر سيكيورتي في الأول وفي الآخر هو أمن معلومات، هو بيحمي لك الدنيا بتاعتك كلها من ناس مش عايزة تخترقك، عايزة تسرق منك حاجة، عايزة تاخد منك حاجة، باينة حتى من اسمها. طيب الخطوات بتاعتها، أول خطوة لو هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده يا عمر، هتعلم الاي تي سكيلز. بعد كده مظبوط. هتعلم برمجه، هاخد اساسيات البرمجه اللي هو سي اس 50 لو هتدرس بسي بلغه السي، او هتدرس بلغه البايثون. ولو انت عندك خلفيه عن الويب يبقى كويس، يبقى تعرف جافا سكريبت، ده هيفيدك جدا. بعد كده اعرف الشبكات، وانت بتعرف الشبكات قبلها بشويه تعرف بقى نظم التشغيل لينكس، يفضل لينكس. بعد كده تعرف الشبكات، جوه الشبكات تعرف بقى الاي بي والهاشنج والفي بي ان والبروتوكولز والكلام ده كله، صح؟ الخطوه اللي بعدها بقى ايه؟ مظبوط. الشهادات. الخطوه اللي قبل الشهادات شويه مصطلحات كده لازم تبقى عارفها. حلو. تعرف شويه المصطلحات، ويا سلام لو عندك خلفيه في الباك اند، انا بقول لك هتبقى حلو قوي، هيفيدك. تمام، وبالذات في الابلكيشن، في الجزء بتاع الابلكيشن. هتعرف الشهادات اللي مكتوبه هبعتها لك في البي دي اف. بس انا بالنسبه يعني اكتر حاجه متداوله هو السي سي ان اي سي ان اي. والاس اتش. اه ودور انت برضو على النت على شهادات اكتر موجوده هنا، بس مش تاخد كل دول. يعني بنسبه 90% مستحيل تبقى بتاخد كل الشهادات دي، هي انا شهاده. بس عايز اقول لكم حاجه. شايفين كل اللي كان مكتوب ده؟ الكلام ده معمول من المؤسسه يعني اكتر من شخص اوبن سورس بيشاركوا فيها. والتايتل بتاعها او العنوان بتاعها How to become cyber security expert، يعني خبير في السايبر سيكيورتي. فمش معنى كده يعني مفيش حد بيتعلم الكلام ده كله في يوم، مفيش حد بيعرف كل المجالات دي، مفيش حد بيعرف كل التخصصات دي. ولو انت عرفتهم في حياتك فانت كده بقيت تنين مجنح. هم مسمى اكسبرت. اكسبرت ده ونقطه يعني خبير، اه مش حاجه ونقطه سهله يعني. ونقطة إضافية، بص بقى عشان أنا بجيبها لك على من الآخر. تمام. في المجالات دي كلها بقى، بص. اللي هيخش أي مجال من المجالات دي، اي اي، داتا ساينس، سايبر سيكيورتي، بلوك تشين، ديف اوبس، ويب، موبايل، الكلام ده كله، عايز تبقى جامد وعايز تجيب مرتبات جامده وعايز تشتغل في شركات تقيله، ما تجيش تقعد تقول لي هندسه ينفع دي ولا ما ينفعش دي. هندسه طب دي هتاخد وقت قد ايه، ودي باشا أنا ما بقعدش اركز كده. اللي عايز يبقى واصل لليفل شركات عاليه وجامد وياخد مرتبات تقيله، ما عندوش حل غير ان انا دي هاخدها في المجال اللي انا عايز يبقى عندي خلفيه عنها، اروح اذاكرها. معلش انا مش عايز اروح اقعد في انترفيو ولا اروح اقعد في شركه ناقصني حاجه، فعايز اذاكر اغلب الحاجات. بيضحي بوقته مقابل الشيء، بيكدس حياته كلها مقابل الشيء ده، عشان في الاخر يعود عليه مش بنفع عادي، يعود عليه بانه ده مجال وبيجيب منه مرتبات واعيه جدا، ودي تبقى حياته. اللي بيقعد يلعب شويه بقى معايا في فكره هندسه ده هياخد مني اسبوعين، ما ينفعش في حاجه تاخد مني اسبوع ونص، ما يبقوش اسبوعين. هنا بنتكلم في ليفل انت هتفضل طول الوقت، انت والشركات اللي فيها ممكن تتسفى اي لحظه، ممكن الشركه تسيبك، مرتباتك ما تبقاش اعلى حاجه. فما تنتظرش الجمدان اللي احنا بنقول المجالات دي. الجمدان ده عشان يجي لازم برضو معلش تكون مدي وقتك كله للشيء ده. طب وقتي ايه؟ والله دي تحسب بقى ما بين ناس وناس ازاي، على حسب. واحد هيجي يقول لي هندسه انا ما عنديش وقت غير ساعتين ثلاثه اديهم في يوم، هقول لك مفيش مشكله، بس المده الرئيسيه بتاعتك. ما تجيش تقول لي انا بدي ساعتين وعايز في خلال 6 شهور تبقى جامد. لا، انت كده سنه ونص، سنتين، لانك بتدي ساعتين بس. خليك واحد واقعي يعني. واحد بيدي، معلش يعني خلينا صريح، لما جيت اتعلمت كنت بدي 12 18 ساعه في يوم. وده مش انا ايام كنت راجل فاضي، بس معلش انا بقوم من نومي على اللاب، انا في حاجه عايز اوصل لها. هتقول لي هو ازاي هندسه في عقل يوصل لكده؟ يا عم نام على اللاب. ما انا عايز اوصل في خلال 6 شهور، اوصل في خلال 8، اوصل في خلال 10، بقلل المده، يبقى تزود بنزين وتدي مده كبيره قوي في يومك. ده بالنسبه لي يا جماعه بصراحه خلاصه القول. اغلب المجالات الثقيله زي سايبر سيكيورتي، بلوك تشين، ديف اوبس، اي اي، انجليزي فيهم معدي ال 50 60 70%، عشان نبقى صراحه.
الويب، الموبايل ابلكيشن، الداتا اناليسيز، اليو اي، اليو اكس، الديجيتال ماركتنج، بتتكلم في ليفل انجليزي ممكن عادي تبدا من 20% وانت طالع. كل لما كان مستواك احسن كل لما كنت بتذاكر من مصادر اجمد، لانه احنا كلنا مهما كنا بنبدع احنا معلش بناخد العلم ده من على النت انجليزي، حتى تلاقي التحضيرات كلها انجليزي. انت بتاخد من المصادر الاجنبيه، هم اللي بيخترعوا الشيء، فانت اكيد هتذاكر من عندهم. احنا بنحاول العرب، حتى اقصى واحد فيهم بيحاول ان هو ينقل لك الصوره بشكل بسيط. حضرتك مش هتفضل منتظر الشخص ده، مش هتفضل منتظر ان انا اجي دلوقتي ابسط لك المعلومه، انت في وقت معين الشركه على قفاك مش هتلحق تطور، انت عايز بكره تذاكر الحاجه تروح على واحد اجنبي. فالليفل شويه في الويب والموبايل ابلكيشن والداتا اناليسيز مسموح ان الانجليزي ما يبقاش عالي، والديجيتال ماركتنج واليو اي لكثره مصادرهم العربي، في مصادر عربي فهتسلك. انما الباقي الله اعلم، بس بنسبه 90% انا شايف ان انت هتلاقي الموضوع صعب جدا لو ما طورش نفسك في الانجليزي فقط لا غير. حد عنده اي سؤال؟ هتلاقي كتير، انا ما جاوبتش على اسئله كتير في السنة. هتعامل انت بقى يا باشا. ماشي. لنا التسجيل بقى كده آه، على المحاضره دي. حاضر.